بكرة هتضحك على كل عياطك دلوقتي وتقول على نفسك كنت غشيم لما دموعك نزلت على دول. بكرة هيمشي الحزن وهيزول وهتمشي الخلق وتتبدل، والجاي تعويض عن أحزانك، والحال والله هيتعدل. وإن كان على الرزق فاحمد ربنا إنك نايم من غير أمراض مرتاح البال. الرزق هيجي في وقته تمام، واحمد ربنا على نعمه عشان حالك بالنسبة لحال غيرك أحسن علشان غيرك تعبان. في ناس والله بتتمنى إنها تقدر لو ساعة تنام، وإن كان على الناس فالناس فترات والكل هيمشي وهيسيبك. إياك تتعلق بوجودهم، شيلهم دايما من ترتيبك. أنا سبت زمان قلبي تعلق وقعدت سنين علشان أنساه، وهو مر الوقت وعديته وبقيت ناسية إن أنا كنت معاه. وإن شفته أحلف لك ما افتكروش إلا إن دققت في تفاصيله، رغم إني زمان حبيته وإن طلب العين كنت أديله. وهو عدى الوقت وبقى ذكرى وبقيت ناسياه وكأنه مجاش. الحزن انطال، عايزاك تفهم إن التعويض هيجيلك كاش، والخوف من الجاي لازم تنساه علشان الغيب مش بإيدينا. في حاجات ربنا بيبدلها، فافهم إنها مش خير لينا. والشخص اللي نفخنا في صورته أول واحد مرضاش يتكلم لما الناس عابت فينا. اللي هنديه حجم زيادة مش هيشوف نفسه اللي علينا. وإن فجأة لقيت قلبك بيدق لشخص ما، اديله مشاعر ما تضركش واوعى تضحي. وفر طاقتك علشان الناس مش بتقدر، ما بيفتكروش الحلو انما ذنبك صعب يعدوه. الناس تنسى الحلو تملي والخير بيدوسوا عليه وينسوه. اطباع ونفوس ترعب، فبلاش توهب في الحب حب زيادة. الناس بتذل والعشم الزايد هيوديك في متاهة طويلة ومتعادة. ما تقولش هغير من طبعه، أطباع الناس ما بتتغيرش، وعيوب الناس بتزيد في القرب فما تقربش. اختار الشخص بناء على كل عيوبه، وتقدر تتكيف مع عيبه ولا ما تقدرش. واللي يبيعك هو الخسران، وإن عينك تبكي عليه غلطان، علشان اللي يعبنا خسرنا واحنا ما نزعلش على البطران. وفي حاجة مهمة بأفهمها، رأينا وكلامنا موش قرآن، وارد يتغير بالأيام وقت ما نوعى. واوعى تفكر في القيل والقال، براحتنا وما نهبش كلامهم ولا حتى نخاف من اللي هيتقال. الناس بتعيب من غير تفكير ولا وعي، وده بدافع الغيرة. الناس والله ما بتصدق تمسك سيرة، وهتفضل برضو في كل نجاح ما انتش عاجب. لكن افهم مهما هيتمادوا العين ما بتعلاش على الحاجب. والناس مقامات ومقامك فوق طول ما انت أصيل، طول ما انت جميل ولسانك ما يقولش العيبة، ولا تعرف باب لنميمة الناس، ولا عمرك خدت ذنوب غيبة. وان كنت هترحل عن ناسك فهتعرف قيمتك في الغيبة. اللي هينساك اوعى تروح له، واللي هيسأل عنك صونه، واللي يآمن لجميع الناس هتضره وهتخونه. مطرح ما تآمن خونهم، علشان ما بقاش في لسه امان. والعمر بيجري ما بيسميش، الحق عمرك وانجح علشان الوقت ده وقتك وده وقتي. بكرة هتضحك على كل عياطك دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين على أغلى وأحلى متابعين. إن شاء الله النهاردة جايلكم فيديو جديد هيعجبكم ونرضاكم. لو أول مرة تشوفوني وتشوفوا القناة، يلا بسرعة يجري اشتركي في الاشتراك في القناة باللون الأحمر، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك أي حاجة بنقدمها لك إن شاء الله. ويلا يا أمورة انت وهي، تعالي نشوف الروتين بتاع النهاردة. روتين جامد جدا. من أول النهار كده دبحنا البط ونضفناه طبعا في الجنينة بره في الطراوة كده. الجو النهاردة كان برد، هوا جامد، وانا طبعا قلت ايه هنعمل بره علشان خاطر نغير المود، وكمان عشان خاطر انا كنت كان يعني عندي تصبين، وكان في ترويج في الشقه وكده. كنت مروجه المطبخ ومخليها زي الفل، بس طبعا دلوقتي هو مش متروج. دلوقتي المطبخ مكعبب ومكركب، بس هننضفه تاني ان شاء الله هيبقى تمام التمام. بس نعمل الاكل الاول، لان في الفتره دي كان ابو سمح يعني ايه كنا مستنيين ان هو يجي بالسلامه ان شاء الله، لانه كان في شغله وجه واحنا بنعمل. فزي ما تقول ايه، العيال بقى بابا جه وكده، الدنيا اتلخفنت، فاهمين؟ نظام ان احنا يعني كنا مستنيينه، وطبعا جه فجأة ان هو مش في الوقت اللي هو قال لنا هنيجي فيه. تمام حبايبي. ودلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده انا بنعمل الاكل. طبعا هنا هنعمل طبيخ او هنطبخ، يعني اللي هو ايه هنطبخ الجلجاس الاحمر، الجلجاس بالصلصه يعني، وهنعمل كمان سبانخ. طبعا انا هنعمل
الصلصة مرة واحدة، يعني مش هنعمل كذا ايه تسبيكة وكده. هنا حطيت البصل اهو زي ما انتم شايفين، حطيت مادة دهنية، حطيت شوية زيت على قطعة من السمنة. لو عندك دهن بقى يا سلام، حاجة تانية هتوديكي في ناحية تانية خالص. تمام. هنا حمرت البصل يا دوبك شوحته كده، مش تحمير. تمام حبايبي، عشان ايه المعدة والكلام ده كله. هنا نزلت بالطماطم بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله، كنت ضاربه شويه طماطم حلوين كده، بحيث ان انا نعمل منهم الايه نوعين الطبيخ اللي انا قلت لكم، او الخضار اللي انا قلت لكم عليه. هنا برضو معايا البطايه، بسم الله ما شاء الله، نضفتها معاكم بره في اول الفيديو، دبحتها ونضفتها. وطبعا ما رضيتش نتكلم علشان خاطر احنا شايفين الفيديو قبل كده كذا مره في الذبح، ومعرفاكم نذبح ازاي. حبيت نديكم ايه، ان نسمعكم المقوله الجميله دي، ان ما تديش حد ثقه زايده. ولان الناس ما بتبطلش اصلا كلام على حد، هي الناس كده كده بتتكلم، لا عاجبهم الحلو ولا عاجبهم الوحش. وان شاء الله يعني كل واحد ربنا بيجازيه بعمله، فاهميني؟ يعني كل واحد ان شاء الله ربنا بيجازيه بعمله. اللي بيعمل حاجة وحشة ربنا بيديله الوحش، واللي بيعمل حاجة حلوة ربنا برضو بيجازيه بالحلو. وطبعا احسن حاجة ان انتي ما تجيبيش في سيرة الناس ولا تنمي عليهم، لان النميمة دي اشد من القتل. يعني تخيلي ان انتي بتجيبي في سيرة حد من غير ما هو يكون موجود، وبالظلم كمان، تخيلوا. فالموضوع مش سهل، يعني موضوع صعب. المهم حبايبي، انا هنا حطيت طبعا التسبيكه بتاعتي اتسبكت، حطيت فيها الهياكل بتاعتي، وكمان هنا البطه كانت الميه غلت. ابتديت يا حبايبي ننزل عليها طبعا بالبطه بتاعتنا والخضار. كان معايا طماطم طبعا، قطعتها شرايح كده، وحطيت برضو معلقتين من الصلصه اللي كانت معايا دي، لان الخلاط بتاعي خربان، فانا كنت عامله الطماطم يا دوبك يعني ايه على قد الطبيخ. نسيت نخلي شويه للشوربه، فقطعت كده ايه شرايح طماطم، مع ان انا بنحب نضرب الطماطم، ما بنحبش نحطها كده. المهم حطيت التوابل بتاعتي، وحطيت بصلايه في الشوربه، علشان انا بنحب البصل في الشوربه. وطبعا هنا كنت روقت شويه في المطبخ كده، لميت المواعين على جنب كده، وغسلت الرز كده علشان ننزله في الفرن، وبعد كده نغسل المواعين. هنا حطيت معلقه من الملح. وطبعا حطيت هنا نص كيلو، كان نص كيلو حليب، وكمان كان معايا شويه كمان، يعني زي ربع كيلو كمان حطيتهم. ودوت كانت ميه على حليب. كان عندي برضو ايه شويه حليب، حطيت عليهم ميه وزودتهم كده يعني. وهنزود بيه الرز بتاعنا، نقلبه كويس عشان الملح يكون في كل مكان، ما يجيش في مكان واحد ويترسب وايه، ويبقى طعمه مش حلو. تمام. هنزود برضو بالميه دي بقيه الرز، هنزله الفرن ونرجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايبي نزلت الرز الفرن، وجبت بقى شويه من الجلجاز بتاعي. كان هنا معايا جلجاز كتير نجسته. وطبعا دي السبانخ انا غسلاها برضو وحطاها في مصفى كده تتصفى. وقطعت الجلجاز وكل حاجه، وظبطت كل حاجه كده تمام. هنبدا بقى نجيب الحله الصغيره، هنجيب حله كده صغيره اهي، وهنبدا ان احنا ننقص فيها من التسبيكه بتاعتنا. انا هنا هحط الهياكل اهي، والهياكل هتدي طعم حلو للتسبيكه. هنا كانت الرجل ديت شابطه في البتاع في المغرفه، مش راضيه تنزل. الرجل اللي هي البطه او الفرخه اللي بتمشي برجل حافيه على راي الشاعر. طبعا الكلام ده كلام الدكتور سعيد، بيقول لنا الرجل اللي هي طبعا الراجل المحترم من المتابعين بتوعي بيقول الرجل اللي هي الفرخه اللي هي بتمشي من غير يعني بتمشي حافيه يعني. تمام، بيهزر يعني هزار. فطبعا البطه بتمشي حافيه برضو، فايه انا حطيت الرجل بتاعتها هنا كنت طبعا منضفاها كويس، وابتديت ننزل عليها بالجرجاز بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، ونقلب كده. طبعا كميه مش كبيره، انا عملت يعني صنفين من الخضار صحيح، لكن كميات صغيره. تمام، بحيث ان الاكل ما يباتش منه كتير. وغير كده كمان يعني احنا بنحاول ان احنا نوفر اليومين دول، مش عايزين ان احنا نبعزق ونصرف، يعني لان الدنيا الظروف مش كويسه. كنت جايبه يعني كيلو، وعملت منه شويه، وخليت الباقي في الفريزر. منين ما انا عايزه بنعمله تاني، بنحطه في كيس ونحطه في الفريزر. زودته بقى يا حبايبي بالشوربه بتاعتنا الجميله بتاعه البط، طعمها زي العسل. طبعا التوابل بتاعتي بقى بنحطها حسب لان طبعا الشوربه فيها مملحاها، فانا هنحط طبعا حسب ما ندوق كده، ونظبط الملح بتاعي. تمام، زي ما انتم شايفين كده. هنغطيها يا دوبك تغلى غلوتين، وهتبص تلاقوا ان هي الصلصه بتاعتها انظبطت. هنا بقى هننزل بالسبانخ في الحله بتاعتنا بالشكل ده اهو. الحله هتقولي ان هي صغيره ومش هتاخد ومش عارفه ايه، لا هتشوفي دلوقتي ان السبانخ دي يا دوبك هتيجي طبق واحد في الحله. ده كان نص كيلو سبانخ طبعا، عليه
رابطة من الخضرة ومن الشبت. تمام، شبت وخضرة. بنحطها عليه كده ونخرطها زي السبانخ بالظبط، تدي نكهة حلوة وريحة حلوة. وهنحط عليها برضو ايه توم وكل حاجة. هنا ده طبعا كانت عالية ازاي، بسم الله ما شاء الله، هبطت. هي كده كل ما تطيب كويس بتنزل اكتر، يعني بتهبط لانها فيها يعني سوائل كتيرة، وفيها طبعا حديد حلوة جدا لولادك. يعني لو هما مش بيحبوها حاولي ان انت تدخليها لهم في كل الاكل، حلوة جميلة جدا. وحطينا طبعا معلقة من الثوم. في ناس طبعا بتغللها الثوم بعد ما تطيب معاها، لكن انا هنا ما جلتش عشان طبعا مش عايزه معدتي توجعني، يعني من كتر الايه التجليه وكده. انتوا عارفين ان احنا عاملين برضو طبيخ احمر، فيعني مش عايزين الايدام يعني كتير. تمام. البط بتاعنا بط سوداني ما فيهوش ايدام كتير برضو. كده البطه كانت يعني على بتغلي يعني على النار اهي، بس انا طبعا عايزه ناخد منها شوربه، عشان كده كنت معريه الغطا. هناخد منها شوربه طبعا نزود بيها الايه السبانخ بتاعتنا بالشكل ده اهو. هنحط كده مغرفتين وهنوطي بقى عليها النار، تسيبها تطيب على مهلها، لان هي ما بتحبش النار عاليه برضو. الاكل لما بتطيبيه على نار هاديه احسن. تمام حبايبي، بالشكل ده اهو. هنا بقى هنبدا ان احنا ايه نغطيها وهنوطي عليها النار ونسيبها تطيب على روجان كده. هنحمر بقى، وبسم الله ما شاء الله على الطبليه بتاعتنا، كانت حاجه جميله وتفتح النفس. شايفين البطايه في نص السفرة بتاعتنا جميله جدا، والشوربه رايقه، وكمان السبانخ اللي ده ضربه فيها وما شاء الله على سنة الرز، حاجه تفتح النفس. وطبعا الجلجاس الاحمر، او في ناس طبعا بتحب الجلجاس بالشوربه بس، ما بتحبوهوش يعني ايه بالطماطم. يا رب لو الفيديو النهارده عجبكم، وصفتنا البسيطه المتواضعه دي عجبتكم، وروتيننا البسيط الجميل النهارده عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلكم من جديد حبايبي في الله. ونسيبكم في رعايه الله، واستنوني فيديوهات كتير جايه. مع السلامه.